السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. تنظيم أسبوع الشباب الرياضي الثقافي في إقليم جنوب البحر الأحمر. وزارة الصحة تصادق على اللائحة الوطنية للأدوية. ورشة عمل لمشاركة الشباب في التنمية الزراعية في قلة نفحي. مقتل نحو 100 شخص في معارك عنيفة على مشارف حلب السورية. مناورات بحرية وجوية في تايوان بمواجهة الضغوط الصينية. الولايات المتحدة تستعيد 3 مواطنين محتجزين في الصين. انتظمت في دار الضاحية برعسول أسبوع شباب إقليم جنوب البحر الأحمر الرصد الرياضي والثقافي الثامن في الفترة من 22 وحتى 24 من نوفمبر تحت شعار لنمارس الرياضة لبناء فكري وجسدي. وقال مديرية جنوب دنكاليا سيد برهاني مزقبي في المناسبة أن أسبوع الشباب الذي يجرى باستضافة المديريات يجرى تنظيمه في شبه جزيرة بلعرسول الغنية بالموارد الطبيعية والجاذبة للسياحة، مشيدا بمشاركة الشعب لاستقبال وضيافة الضيوف. من جانبه أوضح مسؤول الرياضة السيد إبراهيم صالح تنظيم المنافسات الرياضية والتعليمية والثقافية بين شباب المديريات. وذكر المدير العام لقسم الثقافة والرياضة السيدة حواء محمد بأن الأسبوع الثقافي والرياضي الذي ينظم على مستوى الإقليم يعزز الأنشطة في المديريات. وقال حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي في كلمته الختامية أن الأسبوع الشبابي يساهم كثيرا في التعرف وتبادل التجارب والخبرات عن طريق الرياضة والثقافة، مؤكدا على تقديم إدارة الإقليم الدعم اللازم لتوسيعته مستقبلا. وعقد العقيد الإزقي ولا مريم سيمينارا حول قيم الجبهة الشعبية غير المادية التي حققت انتصار الثورة وأمنت السيادة واستمرارية البلاد. صادقت وزارة الصحة في ورشة العمل التي نظمتها يومي 26 و27 من نوفمبر في أسمرة على اللائحة الوطنية المعدلة للأدوية بمشاركة مهنيين صحيين من كافة أنحاء البلاد. وتم مراجعة وتنقيح مقترح توسيع نطاق توفير الأدوية بأسعار معقولة في المرافق الصحية وتعزيز الاستخدام الرشيد للأدوية في عملية تقييم استمرت 6 أشهر. وقال المدير العام لقسم إدارة الخدمات الصحية بالإنابة الدكتور غويتو مبرهتو إن وزارة الصحة تعمل بمنح الأولوية على توسيع نطاق توفير الأدوية الآمنة والفاعلة وبأسعار معقولة في جميع أنحاء البلاد، موضحا بأن تفاصيل اللائحة الوطنية للأدوية المعدة سوف تساهم في توسيع توفير الأدوية والاستخدام الرشيد. وأوضح الصيدلي نور عبدو من برنامج قائمة الأدوية الوطنية لوكالة الأنباء الإريترية إيرانا بأنه توجد قائمة وطنية للأدوية في السابق، وتم الآن تنقيحها وتوسيعها للحصول على نتائج أكثر أمنا. وقال مسؤول وحدة خدمات المعلومات الدوائية الصيدلي تسفى مريم ألم إن مقترح اللائحة اعتمد على المعلومات المرسلة من المؤسسات الصحية والشركاء الآخرين لتحديث قوائم الأدوية الخاصة بهم، وغجرت عملية التنقيح بالوسيلة العلمية. عقدت ورشة عمل يومي 23 و28 من نوفمبر في مديريتي قلة نفحي وسرجاقة بالإقليم الأوسط حول مشاركة الشباب في التنمية الزراعية. وأوضح مسؤول الزراعة في ورشتي العمل أن الهدف تمهيد الأرضية لتعزيز المشاركة الشبابية في الخطة الزراعية الخماسية الجديدة التي وضعتها وزارة الزراعة وتنشيط في تنفيذها. تناولت ورشة العمل التجارب المكتسبة من أنشطة حماية التربة وحفظ المياه وتنمية النباتات والثروة الحيوانية والثروة السمكية ومشاركة الشباب.
وأوضح مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد سامسوم كفلي أن ورشة العمل نظمت لتعريف الشباب بأهداف تحقيق الأمن الغذائي المتكامل للجميع وفي كل مكان بالتسلح بالتقنية الحديثة. وأشار ممثل قسم الزراعة والأراضي في الإقليم الأوسط السيد أسرت هايلي أن البرنامج مواصلة للقاءات المماثلة التي جرت على مستوى الإقليم للتواصل مع الجهات التنفيذية. ودعا المدير العام لقسم الإدارة والمالية السيد تكي قلات الشباب للعمل بقوة لإنجاح أهداف وزارة الزراعة والاتحاد. قدمت مساعدات عينية التي تمكن الإناث لخلق فرص العمل لتحسين أوضاعهن المعيشية في ضاحية حجر بمديرية قلوج. وفادت مسؤولة مكتب اتحاد المرأة في المديرية السيدة يردانوس جرزجهير حصول 450 امرأة على عربات الكارو بتضافر الجهود بين فرع اتحاد المرأة والمؤسسات الحكومية الشريكة. وأضافت السيدة يردانوس أن الاتحاد ينفذ برامج مختلفة لتعزيز تنظيم المرأة وتحسين سبل عيشها الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى الدعم المقدم من وحدات قوات الدفاع المتواجدة في المنطقة. الجدير بالذكر بأن مكتب اتحاد المرأة الذي تم افتتاحه في حجر في عام 2019 يعمل على تنظيم اللائي يتواجدن في ضاحية إترف وقاجرو وداخل حجر. نظم مكتب الادخار والقروض المسقرة في كرن لقاء تنويريا حول سداد الديون وعواقب التخلف فيه في 24 من نوفمبر في قلب. وأوضح مسؤول المكتب مول في كرن السيد بنيام زراي في الاجتماع الذي حضره مدراء والمدراء التنفيذيين للمديريات وشركاء آخرون إهمال العملاء في سداد القروض وعواقبه. وأضاف مسؤول فرع مول في إقليم عنسبة السيد قويتوم هبتسين إن هدف المؤسسة هو تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، مضيفا أن السداد المبكر للقروض سيمنح الفرص للمستفيدين آخرين وينقذهم من العقوبات والديون المتراكمة. وذكر المدير التنفيذي المؤقت أن برنامج الادخار والقروض المسقرة العملاء بقوة السدود بسداد القروض في الوقت المحدد، لكن العملاء يتعرضون لديون إضافية وعقوبات بسبب الإهمال. وأشار المشاركون إلى أهمية الاجتماع واعلنوا أنهم سيتخذون الإجراءات اللازمة لتحصيل القروض المستحقة. الجدير بالذكر بأن مؤسسة الادخار والقروض المسقرة المعروفة بمول تأسست في عام 1996 وتعمل بفتح فروع في جميع الأقاليم والمديريات. تسلم 154 طالب وطالبا من المتفوقين في امتحانات الشهادة المتوسطة في العام الدراسي الماضي جائزة عندماسو التي تقدم للمتفوقين على مستوى الإقليم الجنوبي سنويا. وأوصى مسؤول مكتب الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا الشاب فيليمون مسفين الطلاب للاجتهاد في مراحلهم الأكاديمية المتقدمة حتى يتمكنوا من تحقيق وإبراز إمكانياتهم التعليمية، موضحا أن الجائزة نتج عن اجتهاد الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين في رفع الأداء الأكاديمي للفائزين. وحث مدير مديرية دكمحر السيد هيمان أبرا أولياء الأمور والمجتمع على تشجيع الطلاب على مواصلة رحلتهم الناجحة. وأوضحت مسؤولة التعليم في المديرية الأستاذة ركبة كفلي بدورها أنه يجب على الطلاب أن يعملوا بجد لتكرار النتائج التي حققوها في امتحان الشهادة السنوية العامة الوطنية في المدارس الثانوية. استشهد في 27 من نوفمبر الماضي الرائد بسوء أملاخ زرقاء جابر عن 76 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل بسوء أملاخ بصفوف قوات التحرير الشعبية في شهر مايو عام 1975 وخدم في القوات المقاتلة وجهاز النقل والتسليح وشركة ترانسهورن وشركة بناء المستودعات ليخدم وطنه وشعبه في تحقيق الاستقلال والدفاع عن السيادة ل49 عاما. المناضل الرائد بسوء أملاخ باريا جابر متزوج وأب لابنين،
وقد ورى جثمانه الثرى ظهر اليوم 28 من نوفمبر في مقبرة الشهداء في أسمرة. وتعرب شركة بناء المستودعات عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل الرائد بوسو أملاخ بريا جابراي، وتقدم تعازيها لأسرته ورفقائه وزملائه. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. تجددت الاشتباكات العنيفة في شمال غرب سوريا إثر هجوم شنته فصائل المعارضة على مواقع قوات النظام في ريف حلب الغربي، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص من الجانبين. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل نحو 57 شخصا في الاشتباكات الأخيرة، بينهم 31 جنديا من قوات النظام السوري و26 عنصرا من هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها. يأتي هذا الهجوم في وقت تشهد فيه القوات المعارضة تقدما ملحوظا، حيث سيطرت على عدة قرى ومواقع استراتيجية في ريف حلب، بما في ذلك الفوج 46 الذي يعد واحدا من أكبر المواقع العسكرية لقوات النظام غرب حلب. بعد هذا التقدم باتت فصائل المعارضة على بعد نحو 8 كيلومترات فقط من مدينة حلب، بعد أن وسعت نطاق سيطرتها ليشمل نحو 138 كيلومترا مربعا. كما هاجم مقاتلو المعارضة مطار النيراب في شرق حلب، حيث تتمركز مجموعات مسلحة موالية لإيران. أعلن الجيش التايواني أنه نشر مقاتلات وسفن وأنظمة مضادة للصواريخ في إطار مناورات عسكرية، في حين أفادت وزارة الدفاع برصد مطاطين صينيين قرب الجزيرة. وأعلنت قيادة سلاح الجو التايواني في بيان أن المناورات التي جرت كانت تهدف إلى اختبار آليات الاستجابة والاشتباك لوحدات الدفاع الجوي. وجاء في البيان أنه تم نشر أنواع مختلفة من الطائرات والسفن وأنظمة الدفاع المضادة للصواريخ دون إضافة المزيد من التفاصيل، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. ويعد آخر تدريبات سلاح الجو التايواني إلى يونيو بعد شهر من تولي الرئيس لي تشينغ مهامه. أعلن البيت الأبيض عن إطلاق سراح 3 مواطنين أمريكيين ظلوا محتجزين في الصين لسنوات طويلة، في خطوة دبلوماسية مهمة في الأشهر الأخيرة من إدارة الرئيس جو بايدن. وقد صنفت الإدارة الأمريكية هؤلاء ال3 بأنهم كل من كايل لي وجون لوانغ ومارك سويدان، الذي حكم عليه بالإعدام في تهم ذات صلة بالمخدرات، بينما سجن كل من لي وانغ بتهمة تجسس. فيما أشارت مصادر الدبلوماسية إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد محادثات مكثفة بين واشنطن وبكين، وتعكس رغبة الجانبين في تحسين العلاقات المتوترة. ويأتي الإفراج عن المحتجزين في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الصينية توترا على خلفيات متعددة، بما في ذلك التجارة وحقوق الإنسان والقضايا الأمنية. عطلت أمطار غزيرة جنوب الهند، حيث تستعد المناطق الساحلية لعاصفة بقوة إعصار، بينما تبحث فرق الإنقاذ في سريلانكا المجاورة عن 8 أشخاص فقدوا جراء الفيضانات. وتبحث فرق الإنقاذ بشرق سريلانكا الذي شهد أمطارا غزيرة عن 6 أطفال ورجلين جرفتهم الفيضانات المفاجئة. وقال مركز إدارة الكوارث السريلانكي أن امرأة لقت حتفها عندما طمرها انهيار طيني. وفي الهند قال مسؤولو الرصد الجوي أن المنخفض العميق فوق جنوب غرب خليج بنغال من المرجح أن يتحول إلى عاصفة بشدة الإعصار. يشار إلى أن الفيضانات والانهيارات الأرضية المميتة التي تسببها الأمطار الغزيرة تتكرر في جميع أنحاء جنوب آسيا، لكن الخبراء يقولون أن تغيير المناخ يزيد من توترها وشدتها.
تذكير بالعناوين مرة أخرى. تنظيم أسبوع الشباب الرياضي الثقافي في إقليم جنوب البحر الأحمر. وزارة الصحة تصادق على اللائحة الوطنية للأدوية. ورشة عمل لمشاركة الشباب في التنمية الزراعية في قلعة نفحي وسرجقة. مقتل نحو 100 شخص في معارك عنيفة على مشارف حلب السورية. مناورات بحرية وجوية في تايوان لمواجهة الضغوط الصينية. الولايات المتحدة تستعيد 3 مواطنين محتجزين في الصين. وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.